أخدت كل المضادات الحيوية اللي في الدنيا ومفيش فايدة، الجرثومة برضو لسه موجودة والأعراض زي ما هي، مفيش أي تحسن. تعال أقولك المشكلة في إيه. المشكلة إن الدكاترة بتركز فقط على فكرة القضاء على الجرثومة باستخدام العلاج الثلاثي، محدش بيهتم بتعويض البكتيريا النافعة اللي دمرتها المضادات الحيوية واللي هي ضرورية جدا في مقاومة الجرثومة علشان ما يحصلش الإصابة مرة تانية. محدش بيهتم باستخدام العلاجات الطبيعية لمقاومة الجرثومة بجانب العلاج بالمضادات الحيوية زي المستكة وزي العرقسوس وزي زيت الأوريجانو. محدش بيهتم بعلاج قرحة المعدة ونفاذية الأمعاء اللي سببتها الجرثومة واللي بتخليك مش قادر تستفيد من أي أكل أو فيتامينات أنت بتاخدها، علشان كده طول الوقت بيكون عندك أنيميا، عندك تعب مزمن وما بيخفش حتى بعد لما بتاخد كورس المضادات الحيوية. محدش بيهتم بتعويض الزنك وفيتامين بي اللي بيكونوا ناقصين عند معظم مرضى الجرثومة واللي هم بيساهموا بشكل كبير جدا في إصلاح جدار المعدة والأمعاء. محدش بيهتم إن بعد علاج الجرثومة والقرحة إن احنا نزود حمض معدة تدريجيا علشان نحسن الهضم